عايز اتكلم في حاجه اللي هي ظاهره النادي الاهلي. ظاهره النادي الاهلي، الحاجات اللي بتحصل دي مستحيل تكون طبيعيه. مستحيل اي حد في اي دوله في الدنيا هتجيبه وتحكي له الحاجات اللي بتحصل في النادي الاهلي ويقول لك ده طبيعي عادي بيحصل لاي حد. ما بيحصلش. اللي بيحصل في النادي الاهلي ده ما بيحصلش لاي حد في الدنيا غير من النادي الاهلي بس. هي حاجه كده اكسكلوزيف للنادي الاهلي، ما بتحصلش لاي حد الا هو. يعني مثلا وانا طفل كده، ماتش بتاع 3 ده اللي الاهلي كسبنا فيه، مثلا نجيب جون هم يتعادلوا، نجيب جون هم يتعادلوا بقى في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 87، اللي هي الكره تفضل تخبط هتيجي قدامه وتركها قوم حاططها في الجون عشان يجيبوا جون. طب يا رب هنخسر تاني فنقوم جايبين جون، فايه بقى خلاص احنا جبنا جون في الوقت الاضافي بقى، فخلاص هنحافظ بقى الكام دقيقه دول ونكسب. فيجي فينا الجون الثالث. طب نعوض بقى زي ما هو مثلا ما بيعوضوا، ما احنا بنجيب جون من اول الماتش وهم بيعوضوا. طب نعوض زي ما هم جابوا فينا جون بقى؟ لا ما نعوضش بقى، ما نعوضش. هم جابوا خلاص مش هيتعوض. بعده ماتش مثلا 3-3 يبقى خلاص برضه عبد الشافي جاب جون في اخر مش عارف في الدقيقه 80 ولا 85 ولسه 5 دقايق وهنكسب الاهلي بقى. يقوم جاي بركات جايب مثلا جون في الدقيقه 90 ولا 90 وشويه. ابو تريكه مثلا في ماتش الصفاقسي ده اللي هو الاهلي بقى ايه، كان ساعتها لسه واخد بطولتين افريقيا واحنا كنا واخدين 5 افريقيا بقى وبتاع، والاهلاويه متعشمين ان هم يكسبوا ورايحين يكسبوا وبتاع، والدقيقه بقى 90 والاهلاويه اللي قاعدين جنب بيموتوا بقى وخلاص وهنخسر. يقوم جاي ابو تريكه الكوره من على ال 18 على الطاير وهو اصلا يمين يشوطها بشماله وفي نهايه افريقيا في الدقيقه 96 وتيجي جون. هات ابو تريكه ذات نفسه وحطه تحت نفس الظروف بتاع الماتش ده وبتاعت اللعبه دي، مش هيشوطها ناحيه الجون اصلا، هتلاقي شاطها بعيد، ما فيش حد يبقى يمين ويشوط بشماله من على ال 18 في نهايه افريقيا وتيجي جون عشان الجمهور بتاعه يفرح. ويبقى الفانيلا الحمراء اللي بتجيب الاجوان. يعني هي الفانيلا الحمراء دي مثلا لو انا لبستها بقى حظي هيبقى حلو في الدنيا، مش هكتئب، مش هزعل، مش هيحصل لي حاجه وحشه، هنجح في الامتحانات كلها، هبقى شخص ناجح في حياتي، اجيب املى الدولاب كله فانيلات حمراء عشان يبقى حظي حلو كده. معقول يعني اللي بيحصل؟ يعني مثلا النهارده ماتش المقصه مثلا ايه، المقصه ماسك الكوره طول الماتش، الاهلي ما بيلعبش ويجي له بلانتي كده، اي حاجه في اي حاجه يجي له بلانتي ويقوم جايب جون، ومن بعد البلانتي برده ما يلعبش، ما يمسكش كوره. المقصه ماسك الماتش كله، ونانا بوكو تجيله ضربه في دماغه ما تفهمش هو عمال يعمل ايه، الكوره عماله تجيله قدام الجون ما بيشوطش وبيشوط بعيد كده وبيعمل حاجات عجيبه، ماشي مش مهم. يجي على الاهلي بلانتيات والحكم ما يحسبهاش ويطرد الولا، ماشي مش مهم. يجي بلانتي اخر دقيقه في الماتش، يا سلام الاهلي هيتعادل، تقوم ضايعه ليه؟ تقوم ضايعه عشان النادي الاهلي مش هيزعل، عشان جماهير النادي الاهلي مش هتزعل، احنا بس اللي نزعل، واحنا اللي نكتئب، واحنا اللي نتجنن. طيب خلاص ده موقف بتاع ماتش كده. طب الماتش اللي بعده، خش بقى الماتش اللي بعده، يلا بقى سموحه برضه ايه ماسك الماتش، وتقوم ايه، يقوم جايه الكره في العارضه، يا طب ماشي هتتعدل دلوقتي، بعدين تيجي الكره الواد التاني بعدها محمد هاني يتزحلق بقى ويديله الكره في السته وخلاص، والواد خد على صدره بقى واريحيه بقى، والواد هيدغدغ كرامي يوم شايطها فوق. طيب ماشي، افريقي نيجس سيبك منه، يجي بعدها حجازي يتزحلق كده ويعمل نفسه قدام الكره، المهم ان الكره هتفضل تخبط ومش هيجيبوا جوان علشان الدقيقه 90 تيجي وتلاقي مثلا الواد الاهلاوي اللي قاعد جنبك بتتفرج على الماتش كده وانت قاعد بقى مبسوط بقى وباصص له كده وهيحصل فيهم زي ما حصل فينا من شويه، فتلاقي الواد قاعد عادي بيضحك، في ايه يا ابني؟ يقول لك هنجيب جون دلوقتي. هو خلاص هو اقتنع بقى في الكتالوج بتاعه، في كتالوج حياته، ان الاهلي طالما محتاج جون في ماتش عشان يكسبه والدقيقه 90 جت يبقى الجون جاي، يلا يا معلم دلوقتي. هي خلاص ثوابت في الحياه ان النادي الاهلي هيجيب جون بعد لما محتاج جون في الدقيقه 90 هيجيبه. هو بس بيبقى قاعد محتاج بس شويه في مين هيجيب الجون، وهيجيبه في الدقيقه كام من ال6 دقائق وانهي لعبه. وتيجي مثلا ايه يعني سعد مثلا يلعبها
فتخبط في وش الجون، ممكن تخبط في وش الجون وتروح كورنر، ممكن تخبط في وش الجون وتروح لواحد من بتوع سموحه، ممكن تيجي في وش الجون وتروح في اي حته في الدنيا. لا، هي هتيجي في وش الجون وهترد لسعد سمير ويبقى الجون قدامه فاضي وشوطه برضه بشماله وفي سقف الجون، عشان حتى لو الجون طار اللي هي جون، هو جون، هي خلاص كده اوردر ان الكوره دي جون، هتيجي جون يعني هتيجي جون غصب عن اي حد. الاهلاويه مش هيزعلوا، محدش هيزعل، احنا بس اللي نزعل، احنا اللي حياتنا لازم تبقى كئيبه، انما الاهلاويه ما يزعلوش. الاهلاويه دول لازم حياتهم كلها تبقى حلوه وجميله، واحنا اللي طالعين ميتنا، واحنا اللي عمالين بقى نفكر بقى في حاجات كده عجيبه، وتفضل بقى تقول ايوه ايوه يا جماعه دي مؤامره كونيه. اللي بيحصل ده دي مؤامره كونيه، ومش اي مؤامره كونيه، دي مؤامره كونيه كبيره فشخ فشخ. مفيش حد بيحصل فيه كده الا النادي الاهلي، ومفيش حد بيحصل فيهم كده الا الزملكاويه، الاثنين مع بعض في نفس الدوله، وانا يبقى مكتوب عليا ان انا ابقى مصري وزملكاوي، الاثنين